يا مساء الهنا والسرور على عيونكم حبايب قلبي، وحشتوني كتير جدا من القصة اللي فاتت، وجايبه لكم النهارده قصة جميلة جدا اتمنى من كل قلبي انها تعجبكم، لانها من تأليف الكاتبة الرائعة الجميلة المتألقة فريدة احمد بعنوان حماتي قنبلة ذرية. بس عايزة افكركم لو القصة النهارده بجد عجبتكم يا ريت تفرحوني بلايك وكومنت حلو واشتراك وتفعيل الجرس لقناة حكايات ماجد فادي. وحابة اقول لكم كمان عندنا صفحة على الفيسبوك بنفس اسم القناة للمشاكل او لو حد عنده قصة عايز نحولها لصوت. ويا ريت قبل ما نبدأ كالعادة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وناخد 10 حسنات. ويلا بينا نشوف قصتنا الجميلة بتقول ايه. في أوضة يزن واقفة أمه تحقن فيه بغل وبتقوله مبروك يا آخرة صبري، مراتك اتقدم لها عرس النهاردة يا زينة الرجال. يزن اتنفض واقف من على سريره وبرق لأمه بصدمة وهي عوجت بقها وهي بتقوله يا ما حذرتك من الأشكال دي يا ابني، وآخرتها اهي مراتك هتتجوز عليك ولا هتعبرك. فلاش باك جوه شقة صفية قاعدة صفية على الكرسي الهزاز بتاعها بتغل فرحها وهي بتسمع سمر مرات ابنها الوسطاني ياسر وهي بتقول لها بخبص زي ما بقولك كده ياما البت متلونة على الآخر، وكل شوية تقوله تعالى نخرج تعالى نتفسح في فيلم جديد في السيما. والله ياما البت الصفرة دي هتخرب بيت يزن اللي بيشقى به طول النهار الحلو عايزاه يصرفوا عليها. فهمتي بقى هو بيتأخر عليكي في المصروف ليه؟ علشان بيصرفوا على البرنسيسة بتاعته. ردت شهد مرات يوسف الابن الكبير وهي بتكذب شفايفها وده يا اختي كله سمعتيه وانت طالعه تشوفي السجات على السطح ولا وقفتي تتصنطي عليهم؟ ما انا عارفاكي يا بنت سعديه الجزاره دايما تلمعي اوكر الباب من ورا الباب. وقفت سمر وايدها في وسطها وقالت لشهد بحمقى ليه يا اختي كنت شايفاني برمي وداني على بابك ولا كنت جيت وقلت للحاجه انك عماله توزي جوزك علشان يطلعك المصيف مع امك بعد العيد؟ برقت سمر ووقفت وصرخت فيها ونسيت وجود صفيه حماتها. لا بقى ده انت عايشه وسطينا وانا معرفش. اسمعي يا ست سمر انا يا اختي مش سلفتك الين الهبله اللي بتفقعي فيها كل خازوق والتاني، انت تقفي مع وجه وتتكلمي معايا عدل. انا هنا القديمه واوعي تفكري تعملي شغل السوس بتاعك ده عليا انا، انت فاهمه يا ست سمر؟ سمر ولعت منها بس شغلت دماغها ووقفت جنب صفيه ونزلت الدمعتين بتوعها وهي بتقول شفتي يما شفتي بعينك مرات ابنك بتعمل فيا ايه؟ كل ده علشان خايفه على مصلحه يزن. شفت انا اتبهدلت ازاي في وجودك؟ وقفت صفية وهي بتبص لشهد بنظراتها النارية وقالت لها بزعيق ايه يا شهد نسيتي اني قاعدة معاكوا ولا ايه؟ هتمسكوا في بعض قدامي يا نسوان هم؟ طب والله كمان مرة لو ما تعادلتوش انتوا الاتنين هخلي رجالتكم تتجوز عليكم. يا اختي منك ليه؟ هو انا مجوزة عيالي علشان نسوانهم يقرفوني ولا يخدموني؟ يلا يا اختي منك ليها على المطبخ، عايزة الاكل يخلص قبل الحاج ما يرجع، يلا جاتكم الهم ووجع القلب. وسابتهم وخرجت من باب الشقة وسمر بصت لشهد ورقصت لها حواجبها وبتغيظها. شهد مسكت مخدة الانتريه وحدفتها في وشها. في شقة يزن والجرس بيرن كتير جدا خرجت إلين من المطبخ وهي بتجري لقت يزن جوزها بيفتح الباب، سمعته وهو بيقول بوشوشة اهلا صباح الصباح يا صفصف، انت جايه تصبحي عليا قبل ما انزل؟ ما انا كنت هعدي عليكي يا قلبي انا. صفية وشها جاب 100 لون ما كانتش تعرف ان ابنها لسه في شقته. دخلت وهي بتقوله بتمثيل يا حبيبي جيت اشوفك، ما انت محسسني ان محدش اتجوز الا انت، بقالك 3 شهور مقضيها عسل مع مراتك وناسي امك خالص، لا انت بتعدي عليا ولا انت طالع ولا انت نازل، ولا انت كمان بتتصل عليا قبل ما ترجع تسألني عايزة حاجة ولا لا. خلاص ما انت نسيت امك حبيبتك والعروسة الجديدة خدت مكانها في قلبك. إلين ردت بسرعة وهي مبتسمة طبعا لا يا طنط، مين يقدر ياخد مكانك في قلب واحد من ولادك؟ هو بس تلاقيه بينسى، اصله بيرجع همدان من شغله وبيدخل ينام حتى من غير ما يتعشى. صفية برقت عينيها وظهر عليها غضب ربنا وقالت لها لا يا شيخ وانا بقول ابني خاسس وعدمان من يوم ما اتجوزك؟ تلاقيكي مجوعاها وبتاكليها اكل مش صحي من بتوع مامي وبابي. لا يا ستي ايه انتي الشغل بتاع امك ده ما يمشيش على ابني، انا ابني يتغذى وياكل ويشرب زي ما كان بياكل وهو في بيتي، ولا تحبي اخليه يفطر ويتغدى ويتعشى عندي؟ إلين وشها اتخطف من هبة حماتها فيها وقالت لها بتوتر ليه بس يا طنط بتقولي كده؟ هو انا يعني كنت قصرت معاه في ايه بس؟ يزن علشان ينهي الموقف قال لمراته بمرح ما ترديش يا إلين، انتي تقولي لصفصف حاضر وبس، انتي تأكليني 200 مرة في اليوم، ولا تحبي يا ست لين ما اكلش عندك هنا واكل من ايد مامي ست الحبايب يا حنان انت؟ ضحكت صفية على هزار ابنها اللي متعودة عليه. يزن بس ايد امه وراح على مراته بس دماغها وما اهتمش ابدا بنظرة القلق اللي على وشها.
قال لأمه وهو رايح على باب شقته: أنا نازل شغل يا صفصف، وأوعدك هتصل عليكي وأنا راجع واجيب لك احلى بسبوسه من عند عم مدحت. هو انا ليا بركه الا انتي احلى صفصف. طبطبت صفيه على كتفه وودعته من على باب الشقه، ولفتت وشها ما لقيتش إيلين. دخلت وراها المطبخ زي الاعصار، لقيتها واقفه على الحوض بتغسل باقي المواعين. حطت ايديها في وسطها وقالت لها بغضب وبأمر: سيبي يا بت انت اللي في ايدك ده وانزلي قدامي على شقتي. ساعدي يا اختي سلايفك ولا حد كان قالك انهم خدامين عندك؟ استغربت إيلين من هجومها الغريب ده عليها، وقالت لها بحريه: ليه بس يا طنط بتقولي كده؟ ولازمته ايه الهجوم ده عليا؟ انا كنت قصرت معاكي في ايه بس؟ في ايه؟ ليه يا حبيبتي انت مش شايفه نفسك يا بت ولا ايه؟ من يوم الجوازه الهباب دي وانت واخده ابني مني ومن عيلته كلها، وما بقتش اشوفه غير بالصدفه، وحضرتك عايشه دور البرنسيسه محدش بيشوف خلقتك دي ابدا. بس من هنا ورايح كل يوم هتنزلي لي بعد ما جوزك ينزل وتشوفي طلبات بيتي انا الاول زي ما سلايفك بيعملوا. يا حلو، انا ما عنديش خيار وفقوس، انا مجوزه عيالي علشان انا اللي اخدم نفسي برضو ولا ايه؟ وهنا اتضايقت إيلين وقررت انها ما تسكتش تاني. قالت لها بعصبيه: وانا يا طنط ما اتجوزتش يزن علشان اخدم عيلته، انا اتجوزته علشان اسس عيله معاه، وحضرتك لو محتاجه حد يشتغل عندك يبقى تخلي ولادك يجيبولك شغاله، انا مش خدامه عند حد. وبعد إيلين ما قالت لها كده خرجت من المطبخ، وصفيه اتعصبت جدا ووشها احمر لدرجة انها بقت عاملة زي المجنونة. نزلت على شقتها وقعدت على الكرسي الهزاز بتاعها وفضلت تعيط وعلت صوتها علشان الكل يسمعها. خرجت سمر وشهد ورا بعضهم يجروا، لقوها قاعدة على الكرسي وعمالة تندب: ياني ياب، ياني من اللي جرالي، بقى انا الست صفية اللي الكل بيعمل لها الف حساب وحساب، تيجي حتة بنت تهزقني علشان بنت ناس اغنية. شهد بصت لحماتها وجزت على شفايفها كالعادة علشان طبعا فاهمة حماتها كويس جدا. جريت سمر قعدت على ركبتها قدام حماتها وسألتها بلهفة: مين ده ياما؟ وايه اللي عمل فيكي كده؟ مين وانا اطلع اجيبها من شعرها؟ شهد شافت ان سمر بتصطاد في المية العكرة علشان تكسب ود حماتها وتبقى على الحجر. جريت هي كمان بعد ما فهمت الفولة وقالت لحماتها: اوعي ياما تكون البنت الميعة بتاعت الجامعة الامريكية دي، طب والله لا اطلع اجيبها لك تحت رجليكي. جريت شهد على الباب بسرعة وشهقت سمر وقامت جري تلحقها. قال يعني بيتسابقوا من تجيب حق حماتها الأول. ضحكت صفية وحطت رجل على رجل وقالت بصوت شيطاني: هعلمكم الأدب يا شوية نسوان كسر، حسر عليا مفيش واحد في ولادي اتجوز واحدة عدلة ولا كمان بتفهم، عيني عليا وعلى بختي. ورن جرس الباب في اللحظة دي ودخلت ست في سن صفية تقريبا اسمها فتحية، جارت صفية من زمان وصاحبتها في شقة كذا. خبط جامد على باب الشقة. انتفضت إيلين وهي بتطبق الغسيل في أوضة نومها. جريت على الصالة وفتحت ولكن لقيتهم سلايفها وعلى وشهم غضب ربنا. سألتهم بقلق: في ايه بتخبطوا كده ليه؟ الدنيا بتولع ولا ايه؟ سمر قالت لها بزعيق: تولع على دماغك يا حلو بقى يا بت يا صفرة يا تربية السرايا الصفرة انتي، تعلي صوتك على أمه وتخليها تتقهر كمان. ليه يا اختي؟ ليه يا اختي؟ هي مش وراها نسوان ياكلوا الصخر؟ تعالي اطلعي لي هنا. مدت ايديها تمسك شعرها ولكن إيلين زقتها وقالت لهم بنرفزه: انتوا ايه جايين تعملوا عليا رايه وسكينه هنا في بيتي ولا ايه؟ لا يا حلوه انت وهي لو مفكرين ان طريه وهبله تبقوا انتوا اللي هبل، وبعدين انتوا زعلانين ليه؟ عايزين انتوا تخدموها اخدموها، انما انا ما بخدمش حد. ردت شهد عليها وقالت لها: ليه يا ست إيلين؟ حد قالك اننا خدامين عند حد؟ يبقى تقولي لحماتك الكلام ده يا ست شهد مش ليا انا. سمر ردت عليها وقالت لها: يا اختي احنا خدامين عندها، امال هي جوزتك ابنها ليه؟ اتكلمي عن نفسك يا ست سمر، انا يا اختي بعمل بمزاجي محدش جابرني. ردت عليها إيلين وقالت لها: وده اللي انا قلته والله ما اجرمتش يعني. ردت سمر وقالت: بس يا بت انت وهي ما تزيطوش في الزيط، وانت يا ست شهد يعني ايه بمزاجك يا اختي؟ كلنا هنا تحت رجليها. جاتك كسر رجلك يا اختي، انا ما بقعدش تحت رجل حد، انا شلتها بطول سنين وسنين، انا القديمه، وانتي وست إيلين المفروض تشيلوها وتخدمونا، ولا انتوا عايزين يعني تعيشوا برنسيسات واخدمكم انتوا كمان؟ صوتهم عالي على بعض وشبطوا سوا وكانت ليله ما يعلم بيها الا ربنا. وإيلين غضبت وراحت على بيت اهلها في مصر الجديده. ولحد هنا بتخلص حلقتنا، واستنونا الحلقه اللي جايه علشان نشوف إيلين هتعمل ايه لما راحت بيت اهلها. لو عجبتكم يا حبايب قلبي ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، ولو لسه في حد مشتركش في القناه اشتركوا بسرعه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل القصص الجديده. السلام عليكم.